ألف مبروك، ألف مبروك يا ابن المدام. الله يبارك فيك يا راجل يا طيب. تسلم لي. معلش يا ابني، استحمل مرتك اليومين دول، هما كل شوية هيبقوا في حال. ما أنا ملاحظ يا عم إبراهيم. ده عندك أم محمد كانت مغلباني وهي حامل، تطلب طلبات غريبة في أوقات غريبة. إيه ده؟ إزاي يعني؟ احكي لي يا عم إبراهيم. وهنا حكاله عم إبراهيم كل الحاجات اللي حصلت لأم محمد وهي حامل، وفزاع كان بيضحك. بعدها: والله يا عم إبراهيم أنا قلت إن ده هيبقى مرار طافح، ربنا معايا. بس الله يكون في عونهم يا ابني، بيتعبوا والله مع الأطفال، والطفل من هنا ياخد من صحتهم ومن عافتهم، عشان كده الجنة تحت أقدامهم. معلش يا ابني، ربنا معاهم ومعانا يا عم إبراهيم. بعد إذنك بقى هطلع أطمن عليها. تبني يا فزاع، ربنا يطمنك عليها وعلى اللي في بطنها يا ابني. يلا اطلع اطمن على مرتك. طلع فزاع، لقى شمس صحيت وفتحت التلفزيون وقاعدة قدامه على الكنبة، ولاحظ إن هي تتفرج على فيلم رعب. فزاع كان مصدوم، شمس ورعب؟ قعد جنبها بالراحة. اتفاجئت شمس واتخضت، بصت له وبفزع وراحت راجعة بصة للتلفزيون تاني. فزاع فضل باصص لها باستغراب ومستنيها قاعدة تتكلم أو تعمل أي حركة، وآخر ما زهق قال لها: هو أنت بتتفرجي على فيلم رعب يا شمس؟ ده رعب صح؟ اه رعب، أنا عايزة أتفرج عليه. اه ايه؟ انت بتخافي أصلا من الصرصار؟ رعب يا شمس؟ إيه اللي خلاكي تتفرجي على رعب بس فهميني. مش عارفة، مزاجي قال لي اتفرجي على رعب، قلت اتفرج. مزاجك؟ انت اتجننتي صح؟ اقلبي يا شمس اقلبي، اتفرجي على حاجة تانية يا ماما. اقلبي يا ماما، انت مش قد الرعب. لا، هتفرج على رعب يا فزاع، اسكت بقى شوية. قعد فزاع جنبها وما بيتكلمش، وشمس كانت كل شوية تصرخ في قلب أي لقطة فيها رعب. فزاع فضل جنبها ساكت لغاية ما النور قطع، وهنا لقى شمس اتخضت ومسكت فيه وحضنته وتعتبر قاعدة على رجله، وقالت له بخوف ورعب: فزاع فزاع الحقني، افتح كشاف الموبايل، اعمل اي حاجة، افتح النور بسرعة يا فزاع. ايه ده؟ طب اوعي، طيب سيبي رقبتي، انزلي على رجلي. فتحته يا شمس، اوعي. انت خايفة كده ليه؟ في ايه؟ يا بنت اوعي، ما انا قاعد معاكي اهو. لا لا، انا خايفة، انا ايه اللي خلاني اتفرج على رعب؟ انت السبب، انت السبب يا فزاع، انا ايه اللي خلاني اتفرج على رعب؟ الله، وانا مالي؟ مش لسه من شوية بقولك رعب ايه اللي بتتفرجي عليه؟ قلتيلي مزاجي اتفرج على رعب واسكت. استحملي بقى، انا اصلا نازل وسايبك لوحدك. وهنا نطت شمس، قعدت على رجله اكتر ومسكت في هدومه، قالت له بخوف: والله والله ما هيحصل يا فزاع، هتفضل قاعد هنا اهو لغايه ما النور يجي، انت فاهم؟ مفيش حركه من هنا، انت فاهم؟ فزاع قعد يضحك عليها. شمس قالت له: بطل تضحك بقى لو سمحت، وبص قدامك ما تبصليش، انت فاهم؟ يعني قاعدة على رجلي وكمان بتديني اوامر؟ بس والله فكرة حلوة، خليكي قاعدة. ولسه فزاع بيحط ايده عليها، شمس قالت له وبعصبية: شيل ايدك واحترم نفسك واقعد بأدب شوية يا فزاع، في اليوم اللي مش معدي ده. ايه ده ايه ده؟ اسمع كده، هو في صوت حاجة بتتحرك ولا انا متهيألي؟ اه صحيح، ده في صوت حاجة بتتحرك صحيح. لا لا، انا خايفة قوي بجد، انا خايفة. احنا ايه اللي خلينا نتفرج على رعب؟ طب والله عيب عليكي، انتي خايفة وانا معاكي. خلاص يا شمس، انا بهزر معاكي، مفيش حاجة بتتحرك، كنت بهزر، ما تخافيش. قوم قوم، تعالى نخرج من هنا يا فزاع، ما نقعدش هنا، تعالى نخرج نخرج نطلع بره. الكشاف منور يا شمس، ودي احنا شايفين اهو، بطلي خوف بقى، عيب عليكي، ده انت مرتك الكبير تعملي كده برضو؟ عيب عليكي يا شمس. والله خايفة. طب اقول لك ايه، قولي حاجة تضحكني بدل اللي احنا قاعدين فيه ده، نكتة، حدوتة، اي حاجة. امم طب ما اقول لك حاجة احلى بكتير من الكلام ده، ايه رأيك يا شمس؟ وبعدها بشوية كان صقر اتصل بفزاع علشان يطمن عليه وعلى شمس، وقال له: ايوه يا فزاع، اخبارك ايه؟ لقيت شمس كويسة ولا تعبانة؟ طمني عليها يا اخوي، اخباركم ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله، هي كويسة ما فيهاش حاجة. معلش يا فزاع، انت اخويا الكبير، بس لازم اقولك ان انت غلطت. من امتى يا اخوي واحنا بنمد ايدينا على الحريم؟ وكمان دي مرتك وحامل، يعني مش اي حريم، وما ينفعش انك تمد ايدك عليها، دي غلطة كبيرة قوي قوي يا فزاع، خلي بالك المرة الجاية ما تعملهاش تاني. انا ما كانش قصدي خالص يا صقر، هي عصبتني، ما دريتش بنفسي غير وانا بضربها، هي عصبتني بجد،
طب خلي بالك يا اخوي، انت عارف انها حامل، في الوقت ده بتبقى الهرمونات عندهم مش مظبوطة، لازم تستحملها يا اخوي، والفترة وهتعدي، وربنا ما يجيب زعل ما بينكم ابدا. امم ماشي يا صقر ماشي. المهم انت عملت ايه مع ضحى، وصالحتها ولا لا؟ طمني عنكم. لا خلاص صالحتها، انا كمان غلطت في حقها، ما كانش لازم ان انا اخبي عليها ولا انا اكلم واحدة تانية عليها. انا فعلا غلطت في حقها انا كمان، واعتذرت لها والحمد لله. ربنا يهديك يا صقر. اقول لك ايه، ما تسيبك من الشغل بتاعك ده وتيجي تمسك الشركة وترجع بقى الارض. والله يا فزاع انا بفكر في كده فعلا، بس لما ضحى تخلص جامعتها ونرجع كده ونستقر عندكم، ونشوف خالك بالمرة، يمكن يجي هو ومراته ويعيشوا معانا في إنا هناك، ونتجمع كلنا مع بعض. ولا انت ايه رأيك في الموضوع اللي بحكي لك عليه؟ لا لا، انا معاك برضو نفس الرأي، وكنت هكلمه وان شاء الله هكلم خالي واقنعه يجيب مراته ويجي معانا ويعيشوا كلنا مع بعض. وانت خلي بالك من نفسك ومن ضحى، وانا هبقى اكلمك تاني اطمن عليكم. ربنا يخليك ليا يا اخويا، وتسلم من كل شر يا حبيبي. سلام الشمس كتير، وخلي بالك منها، وتيجوا بالسلامة ان شاء الله. سلام. فزع بعد المكالمة طلع على فوق ودخل على شمس الأوضة، ولقاها واقفة قدام المراية بتسرح في شعرها. راح ووقف وراها وأخد منها المشط وبدأ يسرح لها هو شعرها برقة وحنان. وشمس ساعتها ضحكت وابتسمت وكانت فرحانة ومبسوطة، وبعدها قال لها: بس يا ستي خليه مفروض كده، شكله حلو أحلى بكتير. ده أنا بفكر أقصه يا فزاع، هيبقى حلو صح؟ لا لا لا، أنا بحبه طويل كده، ما تقصهوش أكتر من كده لأ. ما أنا عشان كده بقى أنا عاوزة أقصه يا فزاع. ها؟ والله بهزر معاك، لا لا، أنا كنت عاوزة أقصه تغيير يعني مش أكتر. مش محتاجة تغيير، انتي كده جميلة قوي، حلو كده. بالعكس، انا تخنت وشكلي بقى وحش وحاسة بتقل كده مش مظبوطة خالص لأ. خدها فزاع ولف وشها قدام المراية، وبعدين قال لها: انتي وحشة، بصي كده، ده انتي شمس وقمر كمان، قمر 14 منورة. شمس ابتسمت وقالت له: انا جعانة قوي، هنزل اعمل اكل ناكله. خليكي يا شمس انتي تعبانة، نطلب اي حاجة. لا لا، انا هعمل اكل، تيجي معايا؟ خدها فزاع ونزلوا على المطبخ. فزاع فتح التلاجة وكان بيدور على اي حاجة يعملها. ايه انت مالك محتار كده ليه يا فزاع؟ مش عارف انت حابة تاكلي ايه؟ طيب عشان نعمل اكل مع بعض، يعني شوري عليا. لا اصلا خلاص مش عايزه اكل، انا شبعانة. لا لا، مش قادرة مش قادرة. فزاع قفل التلاجة بعصبية واتضايق وبص لشمس، اللي هو ازاي يعني؟ انتي مش لسه كنتي فوق بتقولي جعانه وعايزه انزل اعمل اكل؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ساعتها شمس دموعها نزلت بسرعه وعيطت، صعبت عليه، شدها في حضنه بسرعه وبيطبطب عليها بحنيه، ومكانش فاهم اصلا ايه سبب العياط. قعد يطبطب على ظهرها لغايه ما هديت، وهو بيلعن في نفسه ازاي زعلها كده وشخط فيها، وفضل يطبطب عليها، وفجاه لقى العياط ده قلب بضحك، فزقها بعيد عنه ووقف باصص لها بصة استغراب. هو ايه اللي بيحصل ده؟ هي مش كانت لسه بتعيط؟ هو ده اسمه ايه ان شاء الله يا شمس؟ مفيش، كنت عايزة اعيط فعيطت، ودلوقتي عاوزة اضحك فضحكت. لا احنا لازم نرجع البيت، ودلوقتي انتي لازم تروحي للدكتورة، ودلوقتي حالا. ايه دكتورة ايه دي؟ دكتورة النسا. عاوزين نشوف الحمل اثر على دماغك ولا ايه اللي حصلك بالظبط. انت قصدك ان انا مجنونة يا فزاع؟ انا اتجننت؟ ما هما حاجتين، يا انت اصلا مجنونه يا انت اتجننتي، وانا شايف انك انت اصلا مجنونه يعني. امم طب تمام، ما تكلمنيش تاني، انا مخصماك، وعمري عمري عمري اصلا ما هكلمك تاني. تمام؟ عمرك ما هتكلميني تاني خلاص. اه مش هكلمك تاني انا متاكده. ها، احسن، خير وبركه. اتفضلي بقى اطلعي يلا البسي عشان ما نتاخرش، عايزين نلحق نرجع. يلا يا شمس خلصي. ماشي، يلا. اللهم طولك يا روح، اطلعي يا بنت الحلال غيري هدومك ويلا تعالي خلصي، انا خارجه استناكي بره. وخرج فزاع، قعد على الرمله قدام البحر مستنيها، وهي لما خلصت جت وقعدت قدامه وفضلت تلعب بالرمله
وهو بيراقبها بصمت وبيتكلمش معاها. صقر كان واقف تحت البيت بتاع ضحى، اتصل بيها وقال لها تنزله علشان عازمها على الغدا في مكان ما. ولما نزلت ضحى ركب العربية وهو وطار بيها على المطعم، وقعدوا يتغدوا مع بعض. واللي حصل محدش يتخيله أبدا.